طب انا يا حاج وليد الحوض عندي استانلس كله، حوض متر وعشرين استانلس ما هوش حله. الصرف اللي انت عملت الفيديو فيه قبل كده 3 بوصه يشتغل عليه؟ لا ما يشتغلش، لان الصرف ال3 بوصه اللي هو الكبير ده اللي على الحل اللي انا كنا عملنا فيديو عليه. لا في نفس النوع برضه اهو، طبعا معاه الجلده ديت اللي بتطبب هنا برضه لو عايز انت تحجز الميه، ومعاه المصفى دي اهي اللي تحجز عليها ايه الرز، ولا شياله. كل اللي انت هتعمله، علشان انا دلوقتي بخاطب مين؟ العملاء، مش بخاطب سباكين. السباك عارف الكلام ده، لا انا بكلم العميل اللي هو بنسبة 99% هو اللي بيجري يجيب الصرف بنفسه، صرف السيفون ده علشان يركبه للحوض، سواء حوض وش ولا حلة ولا حوض مض. لان دايما الزبون ما بيجيبش، في الغالب ما بيجيبش السباك في الحاجات دي. ففي زبون ما بيعرفش بيركب ازاي والله. في ناس كتير بياخدوا الصرف ده اهو ايا كان نوعه يعني. يعمل ايه؟ طبعا دي المسمار، دي المصر، دول اللي بيركبوا يا جماعه بس من فوق المسمار والمصر. في زبون بيعمل ايه بقى؟ بص خليكم معايا والله حصل، يوم ينزل دي من فوق. طب انا عايز وياخد الجلده دي، بينزل دي من فوق. ازاي الكلام ده؟ ما ينفعش يا عم، ديت كلها من تحت. لا والله كذا حد بنزلها من فوق ويجي ويبوظ الصرف بهدل الدنيا، يقول لي ما اعرفش اركبه. انت ركبته ازاي يا عم الحاج؟ او ركبتيه ازاي يا ست الكل؟ لان ساعات السيدات بتاخد الحاجه برضه، تقول لك انا، او يقول لك انا نزلته من فوق كده وما رضاش ينزل وما رضاش يجمع وعالي ما هو لازم ما ينزلش. هينزل ازاي؟ ده الفتحه كده اهو، دي بيبقى من تحت. يبقى نبدا بقى التركيب. دي من تحت نحط عليها الجلده دي اهي، ولها مبيت، الجلده لها مبيت اهي حتى لما هي مقفله كده. اوسطن من تحت، وسطنت من تحت اهو كده، انا وسطنت في الحوض اهو من تحت الحوض، اقوم جاي مسقط دي من فوق، منشن على الخرم اللي هي الخرم اللي هو ايه اللي هينزل فيه المسمار، واقوم جاي نازل بالمسمار ده. عاملين لك المسمار في النوع ده التاتونج، عاملينه عادي ينفك عادي. طبعا انت بتربط بايدك عادي كده اهو سريع لغايه ما تيجي تجمع 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 تجمع. خلاص هتجمع خلاص، جمع على الحوض جمع، تقوم جاي مكمل بالمفك العادي او بايه، او بظهر معلقه او بوز معلقه او سكينه لو ما عندكش عده في البيت. بعد ده ما يجمع ويجمد، طبعا انت موسطنه تحت في الفتحه ما يبقاش مرحل شمال ولا يمين. ربطت وجمد معاك، تقوم جاي بالاخ ده بالجوان اللي احنا شرحناه قبل كده، تقوم رابط من تحت، ربطت من تحت، تقرط عليه خالص بحيث انه ما يلفش من هنا. طول ما بلف من هنا يبقى الجوان بيسرب، خلي بالك كده جمد جامد خالص. خلاص كده ارجع كل حاجه، ارجع ديت. لو انا عايز بقى المصفى دي تفضل فوق للايه للرز، عايز احط الطبه ديت اشيل المصفى عشان مثلا بغسل شويه فاكهه ولا بعمل اي حاجه عشان ما يسربش ميه، وخلص الموضوع. وطبعا بفرد الصرف معايا كده اهوت، بفرد معايا الصرف كده اهو، بيشد معايا 70 سم بيروح على الصرف عادي. ولو لا قدر الله السباك عامل الصرف مباشر عشان ما يجيبش ريحه، يعني عامله مش على البلاعه، عامله على عمود الضغط ولا العمود الصرف اللي في المنور، اقوم قوسه كده عامل كوع ريحه وموصل في الحيطه، يخزن لي ميه هنا علشان يمنع الريحه. سلام.